العظيم نقسم بالله العظيم وبكتابه الكريم أننا تصالحنا وتصافينا وزال ما بيننا من خلاف وأصبحنا إخوة كما كنا نراعي حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار ونشهد الله على هذا الصلح ونشهد الحاضرين جميعا على هذا الصلح. وأصبح الدم ساقطا من الآن. مبارك عليكم الصلح، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. في إطار جهود المنطقة الأزهرية بالفيوم وخاصة لجنة المصالحات التابعة لها في إنهاء النزاعات المختلفة داخل مراكز المحافظة، نجحت اللجنة في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية العامرية بمركز الفيوم. بدأت جلسة الصلح بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها كلمة أمين لجنة المصالحات عن أهمية التصالح في استقرار المجتمع. في البداية كل الشكر والتقدير لرجال المصالحات والسادة النواب، وعلى رأسهم طبعا الأستاذ أيمن شكري والشيخ عمر من الوعظ. ده كان لهم باح كبير في هذا الصلح. وطبعا بنشكر أيضا السادة العمد، عمدة العمرية وعمدة العدوى، لأنهم كانوا طبعا معنا في هذا الصلح المبارك. ورجال الأمن طبعا كل الشكر والتقدير لرجال الأمن اللي هم يعني بيسهروا ليل نهار علشان ينهوا مثل هذه القضايا. بفضل الله عز وجل عرض أمر الصلح على عائلة البحيري، وبفضل الله عز وجل ألقى الله عز وجل بين قلوب العائلتين الألفة والمودة. فبعد جهد جهيد وبعد جهد مبذول من لجنة المصالحات ومن القيادات الشعبية والتنفيذية وعلى رأسها السيد الأستاذ المهندس أيمن شكري عضو مجلس النواب، وبفضل القيادات الشعبية بقرية العامرية وعلى رأسها عمدة القرية والعمدة أبو طالب، بفضل الله عز وجل أولا وأخيرا ألقى الله عز وجل في قلوب العائلتين المودة وتمت الاستجابة للصلح، سائلين الله عز وجل أن ينشر بين بيوتنا المودة والسكينة والطمأنينة والرحمة، وسائلين الله عز وجل أن يعلي قيمة العفو والصلح. كما نشكر العائلة الكريمة والعائلتين الكريمتين أن آثر وقدم قيمة العفو والصلح، تذكيرا مصداقا لقول الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ومصداقا لقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بشكر معالي النائب أيمن شكري لأن للأمانة هو اللي بذل المجهود الكبير في الواقعة دي بالذات، وهو اللي قرر الجلسات مع الطرفين، خدت منه مجهود كبير. والقضايا الصار دي بالذات بتاخد وقت وعايزة حد باله طويل، حد باله طويل ويعرف يتواصل مع الأطراف. فالأمانة النائب أيمن شكري هو اللي تعاون في الموضوع ده وراح زار أكتر من مرة وأكتر من جلسة، فأنا بوجه له كل الشكر والتحية على قصة العمرية. وبفضل الله وتوفيقه الحمد لله وبتوجيهات اللواء أحمد عزت للأمانة يعني هنا في الفيوم والسيد اللواء محمد بالعربي هنا عاملين مساندة لينا كمحكمين وكلجان أزهر وكنيسة وأوقاف ولجنة مصالحات، بان احنا نتحرك ونشتغل بدعم منهم في جميع قضايا. يعني شايف ان الدعم الامني كان قوي؟ ده هو الاساس الموضوع. الامن الامن للامانه يعني في ظهرنا وواقف وبيساند. اساس الشكر لعائله البحروه وعائله باهيه بالعمريه اللي هم قدرونا وضربوا مثل رائع على مستوى محافظه الفيوم يعتد به واوقدوا الفتنه. وطبعا كل الشكر والتقدير ليهم، كل الشكر لرجال المصالحات والأزهر الشريف طبعا على رأسهم العمدة أبو طالب اللي دايما معانا في كل خير وما بيتأخرش. كل رجال. قد ايه بقى الصلح ده؟
احنا مداولات يعني اخذ 6 شهور. 6 شهور مجهود. 6 شهور، لان كان الاخوه يعني عدد كبير، اخواتي المتوفي، فكان طبعا لازم الكل يكون راضي كل طرف، لازم الكل على حده. وتم جلسات معاهم مجموعه وبعدين جلسات فرديه، والحمد لله ربنا وفقنا بما في صالح. هذا وقد تم الصلح والتراضي بين الطرفين، وأقسم الطرفان على كتاب الله أمام الجميع بأنهم إخوة ولا يوجد من تاريخه أي مشكلة بين الطرفين. وتم إبرام شرط جزائي على الطرفين قيمته 2 مليون جنيه يطبق على من يخالف قرار لجنة المصالحات.